ايه الفرق بين الجروس بروفيت والنت بروفيت؟ سؤال مهم يا محمود، وطالما سألنا السؤال ده يبقى لازم نتكلم عن اهم نقط في الانكم ستيتمنت او قائمه الدخل. دي قائمه فيها بنود كتيره، هتكلم عن اهم 6 من وجهه نظري. اول حاجه فيهم هو الريفينيو، الدخل اللي داخل لك الشركه مقابل مبيعات. الخمسه التانيين بقى كلهم بروفيت. اول حاجه في البروفيت هو الجروس بروفيت، بجيب الريفينيو بتاعي بخصم منه كل التكلفه المباشره للبضاعه اللي اتباعت ويطلع لي منها الجروس بروفيت. يعني ايه التكلفه المباشره؟ يعني رو ماتيريال، باكينج ماتيريال، عماله مباشره. وخد بالك ان ده البضاعه اللي اتباعت بس، وده ما يطلق عليه ب كوجز، كوست اوف جودز سولد. تاني حاجه في البروفيت هو الاوبريتنج بروفيت، ده بجيب بقى الجروس بروفيت بتاعي اخصم منه الاوبريتنج اكسبنسز، يعني زي الغاز، الميه، الكهرباء، الايجار، مرتبات الاداريين، الحته دي. تالت حاجه في البروفيت هو الايبيتا، ده بقى بجيب الاوبريتنج بروفيت بتاعي اخصم منه اي مصاريف تانية مالهاش دعوه بالاوبريشن، ولكن ما اخصمش منه ولا فوائد ولا ضرائب ولا اهلاك ولا استهلاك. الاهلاك والاستهلاك مصطلح بيستخدم للاصول، ولكن واحده فيهم اصول تانجبل يعني اقدر المسها، حاجات فيزيكال زي المكتب، المبنى، العربيه، وحاجه تانية اصول ولكن مش تانجبل يعني زي براءات الاختراعات، السيرتيفيكت المعين، البرامج، السوفت وير، والحته دي. رابع حاجه بقى هو الابت. الابت ده بجيب الايبيتا ده اللي احنا اتكلمنا عليه، ولكن بشيل منه الاهلاك والاستهلاك، ولكن ما بشيلش منه الانترست ولا التاكس. وخامس واخر حاجه في البروفيت هو النت بروفيت، ده بقى بعد ما شلت منه كل مصروفاتي بكل انواعها وطلع لي صافي الربح. عاده في السوق في 3 مصطلحات هم اللي الناس بيتكلموا بيهم: الريفينيو، الجروس بروفيت، والنت بروفيت. وغالبا بيطلقوا كلمه النت بروفيت على الايبيتا ده، لان الشركات الصغيره او الناشئه ما بتبقاش لسه مهتميه بفكره الضرايب، ما عليهاش فوائد، ما فيش اهلاكات بيعملوها، وبالتالي بيقولوا على الحته دي النت بروفيت. لو عندكم اي استفسارات او اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه.